الدجال. يعني شلون تطلع بجرايدكم انتم خميني الدجال؟ هم يقولون خميني الدجال. المعارضة الإيرانية هم احنا منسقين وياهم، لكن هم أيضا بالتعامل اكتشفوا بأنه إنسان دجال ومشعوذ. جاوبنا ما ظل مسعى سلمي إذا ما جاوبنا وياه، ما ظلت وساطة إذا ما قلنا نعم، ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى أمننا وأمنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم إلا وقلنا نعم. ما هو الطريق؟ القتال. القتال حتى النصر، دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله. شو نسوي؟ نقاتل، والمقابل هو علي أن يلين. احنا ما ظل عندنا مقدمة لللين، كل ما عندنا في قاموس اللين والسياسة قدمنا، فلم يبقى إلا أن نقاتل. تعجيزه هو الذي يقرب السلام، عندما يعجز يقبل بطريق السلام. والخميني مو رجل دين، اللي يوصف بأنه رجل دين ولأنه رجل دين متعصب وغبي لا يفهم في السياسة فهو واهم. الخميني سياسي، والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى وهو حي وبقرار منه، لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان، ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه، ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعبوا بقضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه. فهو سياسي، لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر. فالمسلك اللي يعتقد أنه هو استنفذ ولم يعد يربح منه سيغير بمسلك آخر.